بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه استروبيا. النهارده هنتكلم على حامل تلفزيون اشتريناه من شركه اسمها ميتال فابريكيشن. جالنا الحامل ده كده في الباكج ده، هنطلعه مع بعض وجايبين عده المفكات بتاعتنا. لو عايز حد يعرف اكتر عن عده المفكات دي، في لينك هيظهر لكم فوق، ممكن تتفرجوا على فيديو بتاع شرح المفكات دي. تعالوا بقى، احنا جايبين الحامل ده عشان خاطر الروف، فتعالوا نفتحه بقى مع بعض ونشوف بالظبط هو متكون من ايه وبيركب ازاي. ادي قطعة، ودي قطعة تانية اللي هي رجلين، ده الحامل بتاع التلفزيون، وده زي ما انتم شايفينه كده البادي الحامل، وده كتالوج اهو لطريقة التركيب. طيب هفك بقى الباكجينج ده كله، هفكه وارجع لكم تاني. هنبتدي بقى نجمع القاعدة بتاعتنا. هتلاقوا كده في الجزئيتين اللي فيهم العجل فيهم مكان 4 فتحات كده، هنقدر نركب فيهم ال4 مسامير دول. هنبتدي نفكهم من القاعدة ونربطهم كويس، وناخد الجزء اللي بيركب فيه برضو نفك المسامير اللي فيه عشان هيركب فيها. نقفل مساميرنا مظبوط ونربطها كويس، ونخلي الناحيتين اللي فيهم الفرامل لازم يكونوا في نفس اتجاه العجل، ده مهم جدا. نخلص دي كده ونربطهم كويس بالمسامير، وبعدين نكمل مع بعض. يلا خلاص كده رجعنا بعد ما ركبنا زي ما انتم شايفين كده المسامير في القاعده، واهي على الارض دلوقتي تتحرك تمام. ودي الجزء بتاع الفرامل اهو، لو حبينا ان احنا نثبتها هنلاقيها كده ثابته تمام. هنفتح كده الفرامل، والمفروض ان احنا هنركب الجزء ده بقى على الجزء ده كده تمام، فده هيركب على ده كده. وعشان نركب كده هنيجي نقلب ده بقى كده، هنقلبه كده اهو ونثبته هنا معانا، ونجيب ده كده ونخلي العجل ناحية الظهر، وهنحط ده كده. هنظبط بقى اماكن المسامير زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي نقفل المسامير بتوعنا زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نقفل عليهم كده انا سبت اخر 2 اللي فوق دول عشان ده فيهم مكان لو اتقفل جت يمين او شمال، هم اوسع من اللي تحت شويه، عاملين حساب ان في رجلاش كده بحيث ان لو اللي هو الفرق ده كده لو اتحركت يمين او شمال نقدر نظبطها معانا كده. قفلنا تمام. تعالوا بقى نشوف احنا وصلنا لايه. كده احنا تقريبا عملنا نص الحامل اهو زي ما انتم شايفين، والفرامل الجزء اللي ورا. نبتدي بقى نركب الجزء ده. يلا دلوقتي بعد لما خلاص فكينا المسامير من ده، هنبتدي بقى نحط ده هنا زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ندخله
كده اهو. وزي ما انتم شايفين تحت في 4 مسامير، دي معموله لو كنت انا جبت، هم عندهم رفوف للبلاي ستيشن او اكس بوكس او حامل هتحط ريسيفر او اي جهاز ممكن تحطه هنا. فانا يعني انا ما جبتوش دلوقتي، هبتدي اظبط بقى من الجنب انا ممكن احط الارتفاع اللي انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده هو بيديني اوبشن ان انا احط ارتفاع التلفزيون في المقاس اللي انا محتاجه واربط. فانا تقريبا هنزل يعني اقل حاجه قرب المفاتيح بتاعه البلاي ستيشن كده تقريبا، وابتدي اربط المسامير بتاعتي. وبرده بالمفك بتاعنا ابتدي ايه نثبته. طبعا ده الشركه دي شركه مصريه، ودي حاجه جميل فيها. زي ما انتم شايفين الفينش بتاعها بصراحه ممتاز. انا اول مره اتعامل معاهم، بس ان شاء الله مش تبقى اخر مره يعني. زي ما انتم شايفين كده يعني الحمل ابتدت تبان معالمه زي ما انتم شايفين. فاضل بقى هنركب الجزء بتاع التلفزيون اهو. زي ما احنا شايفين ده هيركب هنا. التلفزيونات دي بتيجي او الحوامل دي بتيجي بمقاسات، مقاس تقريبا لحد 70 بوصه، وفي مقاسات تانية فوق ال 70 بوصه. فاحنا هنركب دلوقتي الجزء ده زي ما احنا شايفين كده. نحاول نوصله يعني. هنسيب بقى من هنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 يبقى ده النص بالظبط. هنبتدي بقى ايه نربط المسامير دي كده، نربط ثبتهم كويس، اتاكد ان ثبت كويس. خلاص هيبقى لنا كده الحامل زي ما انتم شايفين كده ثابت وبقى تمام، وعليه اللوجو بتاع الشركه بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. تقفيل ممتاز جدا وخامات كويسه جدا. فاضل بس الجزئيتين دول المفروض ان هم بيركبوا، جايين معاهم المسامير بتاعتهم، دول هيركبوا في التلفزيون. وان شاء الله بعد ما يركبوا يجي بقى التلفزيون ويتعلق بالشكل ده كده. بعد لما دول يركبوا في التلفزيون بيتعلق بالشكل ده، ومعاهم المسمارين دول عشان يقفلوا برده على التلفزيون من تحت. هنركب ده بقى دول في التلفزيون، وهنجيب التلفزيون نركبه ويبقى كده يبقى يعني ورينا لكم الحامل والتلفزيون وهو راكب فيه. فاستنونا بقى لما نركب دي في التلفزيون، وبعدين نيجي نكمل لكم الفيديو ان شاء الله. طيب دلوقتي هنركب بقى الجزء ده على التلفزيون. طبعا هنا المسامير اللي جايه معاها مسامير صغيره، فانا جبت المسامير عشان التلفزيون ده تلفزيون قديم شويه، ف الاماكن بتاعه المسامير زي ما انتم شايفين كده عميقه، فمحتاجه مسامير اكتر. فهنركب بقى هنا كده، هنظبط المقاس كده. مثلا هنحط دي كده علشان تخشينه ما يجيش التلفزيون، ونبتدي نربط المسمار ده هنا كده. نركب الحامل مسمار فوق ومسمار نتأكد ان هو ثابت تمام، وناخد التاني وبعدين نثبتها من فوق. نبتدي بقى هنشيل التلفزيون نحطه على الحامل ونشوف مع بعض. طيب زي ما احنا شايفين كده ركبنا خلاص. دلوقتي هنبتدي نعلقها على زي ما احنا شايفين كده. هنعلقها من هنا، لازم دي تخش كده تتعلق في دي، ونوسطنها بالنص. ومن تحت من هنا نبتدي بقى نظبط المسامير، نظبط المسمار ده نخليه يعدي ايه
الحته دي كده. خلاص كده يبقى التلفزيون زي ما انتم شايفين ثبت تمام، وده الشكل النهائي بعد لما شغلنا التلفزيون. شكرا واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.